السلام عليكم اخواني اخواتي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. هذا الفيديو ان شاء الله غندير لكم لي ميني بريوش مالحين ومعمرين. نتمنى انكم تجربوهم حيت ساهلين بزاف وما كيحتاجوش للدليك. اللي بغى المقادير بالصوت غادي نديرهم في الاخر ديال الفيديو. خليكم دابا مع الطريقه. غادي نحتاجو ربع ديال السوسيس يكون نوعيه جيده. الا ما لقيتوش من الاحسن ديروا الكفته. غادي نخويوه من الوسط وغادي نحطوه على جنب. في مقله وعلى عافيه متوسطه غادي نديرو الزيت وورقه موسى. غادي نزيدو عليهم واحد بصله متوسطه تكون مشلطه وغادي نقليوها شي شويه حتى طيب. منين نشوفوا البصله دبلات غادي نزيدو عليها السوسيس وغادي نبقاو نفرتو فيه باش ما يتلبدش لينا. واحد السوسيس فيه العطريه غادي نزيد غير شويه البزار والمعدنوس مقطع وفلفله حمراء مقطعه. غادي نحركو كلشي وغادي نغطيو ونخليوها طيب شي شويه. منين تبان لنا الفلفله طابت غادي نزيدو 60 غرام ديال الفرماج محكوك وغادي نحركو حتى يبان لنا شويه داب ونطفيو على الخليط ونخليوه يبرد. دابا غادي نصاوبو العجينه. غادي نديرو 2 المعالق صغار ديال خميره الخبز، 2 المعالق صغار ديال سنيده، كاس عنبه حليب دافي اللي هو 180 مليلتر، 4 كاس عنبه وافي زيت تقريبا 50 مليلتر، شويه ديال الزعتر، بيض ديال البيضه وكنخليو الصفر ندهنو به. دابا غنحركو هادشي مزيان ونزيدو عليه 3 الكيسان عنبه ديال الدقيق تقريبا 300 غرام ونجمعوا العجينه. العجينه ما كتكونش شاده في راسها، كتكون كتلصق وشويه جاريه. دابا منين تخلطوا العناصر مزيان غادي نغطيوها وغادي نخليوها تخمر نص ساعه. هاهي من بعد نص ساعه كي تتولي. دابا عاد غادي نديرو الملحه نص معلقه صغيره، 60 غرام ديال الفرماج باش كتولي العجينه بنينه، وكنزيدو خماره وعصير نص حامضه ونخلطوا هادشي مع العجينه. هو الملاحظه للناس اللي ما كيبغيوش الخميره ما يديروهاش هي والحامض، واخا هي بالخمره كتجي حسن. دابا غادي ندهنوا ايدينا بالزيت وغادي نقسموا العجينه ل 8 الكرات يكونوا متساويين. وحتى الحشوه خاصنا نكونوا مقسمينها ل 8 الحصص. غادي نستعملوا هاد لي مول ديال لي موفن، غادي نكونوا دهناهم بالزبده ورشيناهم بالدقيق. تقدروا ديروها في مول كبير بحال الشهده اولا تستعملوا هاد لي مول اللي كانوا متوفرين عندكم. غادي ندهنوا ايدينا بشويه الزيت وناخذوا كره ديال العجينه ونبسطوها في يدينا. غادي نحطو في وسط من الحشوه ونجمعوا الجناب ونسدوها ونقلبوها في المول. منين ساليناهم كاملين غادي ندهنوهم بصفرة البيض اللي بقى عندنا ونرشوهم بالزنجلان ونخليهم يخمروا تقريبا 35 دقيقه في شي بلاصه تكون مسدوده.
فاش كيخمروا خاصهم يكونوا منفوخين بحال هكا. غادي ندخلهم يطيبوا في فران على 180 درجه اللي هي حراره متوسطه، وفي فرن الغاز غادي نشعلوا عليهم من التحت حتى يطلعوا شي شويه ونكملوا اليوم طيب من الفوق والتحت. قبل ما نخرجوا من القالب كندوزو الموس على الجناب بحال هكا. وكنزينهم بشويه الفلفله والفرomاج والسوسيس باش اللي بغى ياكلهم تكون عنده فكره شنو فيهم لداخل. وفي الاخير نتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، نتمنى انكم تجربوه وتكونوا لقيتوا فيه افاده وبصحه وراحه. في المقادير غادي نحتاجو ربعه ديال السوسيس اولا ربعه ديال الكفته، واحد الفلفله حمراء، بصله متوسطه، بزار، معدنوس، 60 غرام ديال الفرماج، ورقه زيت ناموسه، كاس ديال الحليب دافي تقريبا 180 مليلتر، بيضه، 300 غرام ديال الدقيق تقريبا 3 الكيسان عنبه، ربع كاس عنبه ديال الزيت تقريبا 50 مليلتر، نص معلقه صغيره ديال الملحه، 60 غرام ديال الفرماج، 2 المعالق صغار ديال الخميره، 2 المعالق صغار ديال السكر، خماره، عصير ديال نص حامضه، وشويه الزعتر والزنجلان للتزيين.